اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من دليل هلاكك. حلقه جديده في عباسيات يوم الجمعه. النهارده احنا جايين نتكلم عن موضوع مهم قوي. النهارده احنا جايين نتكلم عن التوكسيستي في الشغل، وازاي تبقى توكسيك شاطر في شغلك عشان تعرف تنجح. جايبين معانا 2 عتاولة التوكسيستي. في واحد مشكوك في عمره بس الثاني انا متاكد ان هو عنتيل توكسيستي. هو انا عنتيل بس مش توكسيستي. لا مش عنتيل ولا توكسيستي. عنتيل يعني هو شخص ماتيريال حلو ان هو يتكسك عليه. ما انا هتكسك عليه النهارده. طيب احنا خلينا نتكلم في ده. دايما بسال السؤال ده في بدايه كل حلقه، يعني لازم اعرف وجهه نظركم. لازم تعرف اسمي الاول. لا مش فاكر. خلي بالك يعني كان في رد رد لو ما ردش دلوقتي انا هرد. يعني مش هعرفك والله، ما حدش عارفك. بلاش بقى اقول الالفاظ اللي قلتها قبل كده. خلاص معانا اسلام السدوني حازم كهرمان. انا لازم اعرف بس الاول كده زي عاده كل حلقه، اوكي، وجهه نظركم عن التوكسيستي بتبقى ايه؟ يعني انا دلوقتي لو قلت لك انا عايز ديفينيشن عن التوكسيستي هتقول لي ايه؟ لا يعني انا شايف ان التوكسيستي دي يعني اي فعل حد بيعمله بيعمل بيه حاجه بتفيده هو شخصيا وبتأذي اي حد حواليه. يعني اي فعل ليه رد فعل، هي نفس ده قانون. لا ده في البيت. لا انت حابب انك انت تشارك بس مش عارف هتشارك بايه. كل فعل رد فعل فانت اتكلمت ده تيجي ضهر ايدي. اي فعل ليه رد فعل. لا شكرا. لو قال بس قال لك كل فعل ليه حاجه بتعمل فعل حاجه سيلفش انت بتستفاد منها انت شخصيا، بتساتسفاي يور سيلف، وفي نفس الوقت بتأذي كل اللي حواليك. طيب انا خليني هقول لكم يعني وجهه نظري من الديفينيشن الصراحه. ايه؟ لا هو قال جود ديفينيشن يعني. الجود ديفينيشن هو سيميلر اللي انا دايما بقوله، اللي انا ببقى شايف ان القدوه بتاعتنا برضه. ده شرف لينا. عايزكم تسمعوا الكلام ده كويس عشان اعمل كده مع مديرك. ايه؟ بقول لهم كده مع مديرك. يعمل ايه مع يعني ده مثال. ده مثال التوكسيستي. مثال حي للتوكسيستي. تمام. ايوه ده صح. مثال التوكسيستي. انا ما فهمتوش بصراحه. بس اعمل ايه مع مديرك؟ قول له انت القدوه بتاعتنا. يعني اي حاجه تقولها يعني يقول لك اللي هو قبل فاهم كده قول له انت القدوه بتاعتنا. انت هو ايه كده ده تسقيف. هتسقف يعني ولا ده تسقيف. ده تطبيق. انا ببقى شايف ان التوكسيستي دي هي اي فعل انا بستنزف فيه مجهود، وقت، فلوس، اي حاجه من الشخص اللي قدامي من غير ما اديله اي مقابل لمنفعتي الشخصيه. وهي مشابهه الى حد ما بالديفينيشن اللي انت قلته. بس النهارده بقى احنا واخدين حاجه يعني على سكوب اصغر شويه، الشغل. طبعا احنا في امثله كتير وفي ناس كتير قوي في الشغل بتتعرض لتوكسيستي وتتعرض لاهانه وبتبقى مش عارفين يعملوا ايه. هو متاذي وهو متالم. وفي مثال حي احنا نعرفه يعني بدون ذكر اسمه، عانى كتير من التوكسيستي في كذا مكان. يعني كل ما بيروح في حته كان بيتعرض للتوكسيستي. انا مش عارف ليه. هل هو يعني ماجنت؟ هو هيئته كده. هو هيئته بتحس ان هو انك فاهم تتكسك عليه، تفلخه. تتكسك عليه. لازم ما تعرفش. احنا يعني انا دلوقتي انا عايز افيد الناس وعايز ان انا اعلمهم ازاي يبقى يقدر ان هو يبقى توكسيك في بيئه العمل. اول حاجه ما تبقاش حازم. بسم الله الرحمن. لا ما الناس ما تعرفش ايه حازم وبيعمل ايه. ماشي خلاص ماشي. بس خلي بالك حازم برضه هو حازم كمان من تحت. يعني هو حازم تعرض للعديد من فبقى توكسيك. بس توكسيك الترا ماكس. اتعلم. هو اتعلم من كل التجارب اللي عدت بيه الصراحه. فاحنا مثلا خلينا الاول كده نبتدي اللي هو مثلا انا عايز اعرف امثله. انا عايزك تقول لي مثلا امثله عن التوكسيستي وبعد كده هناخد منها بقى الايه الرول اللي هنخلي الناس تتبعها وتكتبها ورانا وتفضل ماشيه بيها كمنهج حياه. اوكي. بس انت اول حاجه لسه داخل المكان حاطط في دماغك دايما انت هتدوس على اي حد حواليك عشان توصل. مهما كان اللي كنت هتعمله هتدوس عليه ازاي؟ هتفحصه مساحه هتعمله دواسه تكبر بقى عشان توصل. مصلحتك الشخصيه فوق اي حاجه من غير ما تعلنها. دي حقيقه. يعني ايه مصلحتك الشخصيه فوق اي حاجه؟ انت لسه رقم 1 في المكان. رقم 1 مش بشغلك،
رقم واحد بالحاجات اللي بتعملها. اسالك سؤال، اسالني هل سؤال. الشخص التوكسيك ده لازم يبقى شخص كاريزماتيك؟ يعني انا السؤال ده يعني بيواجهني، هقول لك ليه بقى. قول. اصل هو الشخص التوكسيك ده بيطلع خرا من بقه على طول، حصل. والناس بتسمع كلامه، فاهم؟ فده لازم يكون شخص واثق خد من بالك نفسه. ما يكشفش توكسيك الا توكسيك زيه. مش آه. اي حد يقرا اللي هو قدامه بيبقى توكسيك. عارف على عيبه بالظبط دي كده. وجهة نظر انما اللي مش توكسيك هيبقى شايفه كاريزماتيك، انما التوكسيك اللي زيه هيبقى شايفه مش كاريزماتيك عادي جدا. مش شرط خالص. انا شايف ان التوكسيك ليه يعني ليه شخصيتين. ممكن يبقى شخصيه في الاصل هو شخصيه قويه وكاريزماتيك عادي جدا وحابب يوصل يبقى حاجه. التوكسيك الصراحه التوكسيك هديك فرصه هديك فرصه يا جنزجري مقطع على وجهك. كمل صح. وممكن يبقى ضعيف الشخصيه فبيطلع كل اللي اتعمل فيه وضعف شخصيته على الناس في هيئه توكسيستي. الناس بتبقى قفشاه بقى. مش كمان كله. لما يكون ضعيف لا. الشخصيه الناس بتبقى عارفه ان هو توكسيك. مش كله طبعا، مش كله خالص خالص بجد. مم. في ناس توكسيك اقسم بالله بيقعدوا في المكان وبيوصلوا جامد. عامل زي التعبان آه، هو آه. ما بقاش واضح. لا تعبان يعني حيه وحربايه للانثى. بس انا عايز أنا اقول لك حاجة حاجه، بس هو مش شرط التوكسيك يبقى عارف ان هو توكسيك اصلا. ما هو ده كده ما بقاش توكسيك. لا هو توكسيك بس هو مش عارف انه توكسيك. في يعني ناس ما بيبقاش عندها، يعني هو ما بيبقاش اوير بان هو كده بيأذي او ان هو كده توكسيك. في واحد تعبان ماشي ما تعرفش صوته طلع ولا لا يعني. بس يعني انا مثلا دايما بلاقي ان الشخص التوكسيك هو اول لما بيخش، يعني مثلا اتخيل كده هو اول لما دخل المكتب لازم يبان ان هو انا داخل وطالع يا جماعه ده انا كنت سهران في الشغل امبارح وطلع وهو ماشي برضه وهو ماشي تلاقيه فاهم بيلم حاجته جوه الشنطه ويلفعها فوق كتفه. ممكن ما يسلمش على نفسه مالوش سبب يعني فاهم. انا ماشي يا اولادي. طب هو ليه بقى يعني ليه السبب ان الشخص يعني بقى ان هو طبعا يعني هنتكلم بتفصيل عشان نفهم الناس يعني. ماشي. ليه بقى الشخص يعني انت شايف ليه الشخص لازم يبان بص وانا مفشوخ ومش عارف حصل لي ايه ومشاكل ايه بقى، فاهم؟ ايه السبب؟ ما عشان توكسيك. ليه هو بقى؟ عشان يوصل. بص هيوصل ازاي؟ الاجابه دي ايه؟ بس انا بديهيات مع ليه؟ لا مؤاخذه. اقول لك هو الشخص. هل مثلا عشان مديره يشوفه انا هقول لك الشخص يبقى التوكسيك في ده، ريكوجنيشن للشخص ده؟ الشخص التوكسيك بيبقى دايما عايز السبوت لايت تبقى عليه. السبوت لايت تبقى عليه ازاي؟ بالشو. هو شخص شغله مش احسن حاجه، شخص زي الخرا، شخصه زباله، شغله زي الزفت، عايز يظهر. هيظهر ازاي؟ ان هو مضغوط بقى ورا شغله هيظهر وبتاع. بالشو. هو ليها كذا اسبكت بقى. لازم يبين يعني هو مثلا بيبقى انا لو بدي ايفورت 100% فهو اوريدي بيعمل 10 ال 90% دول صياح اللي هو لا ده عشان يبين ان هو شغال بس. امي يا جماعه انا اشيل كل حاجه ولا ايه؟ انا اشيل كل يبقى شايل 5 تاسكات بتشيل من عليه 4 وبيبقى واحده بيفضل يسيح برضه. بيفضل يسيح. انا عايز التاسكات دي تشيل من عليا. في بقى يعني مثل هو مشهور يعني فاهم للتوكسيستي في الشغل عامه، ان هو الواحد يمسك مديره يقعد يدعك فيها او يلعب فيها. لا بس يلعب فيها لعب. ده يعني هو بيبقى توكسيستي لو مصاحب لحاجه تانية. اللي هي بقى يعني دعك المدير دي يعني دي مداخله من اول ما الحلقه ابتدت. سلسل بعدين. يعني بص يعني انت عشان تدعك مديرك دي معناها انك انت يعني او بلفظ اخر بتبقى زي خليها نطسع فاهم. هو شيمي الحلقه مش هتنزل اصلا مش عارف مين شيمي ده يا جدعان؟ خليها نطسع بلاش الكلمه دي عشان ياكل سوداني. التطبيل لمديرك ده لو من غير اي يعني لوحده كده لا يعتبر توكسيستي. حصل. لكن لو تطبيل لمديرك مع نقل بقى شويه نقل كلام، شوية شويه بقى بهارات. ايوه مش بقول لك انت قدوه. شويه بقى يعني انا اسف انت هتشيلها انت عشان حصل. فاهم اللي هو انا على الناس اللي معايا بالظبط. طب انا كنت عايز اقول لك على حاجه بس انا مش عارف اقول لك ولا ما اقولكش. طب بس مش عايزك تفهمني غلط. الواد اسلام امبارح عمل مش عارف ايه بس ما تخصملوش ايوه هو عمل امبارح بس ما جاش كده. المهم بس اسالك على حاجه، انا بس عايز اسال سؤال والله من اول. اسالني سؤال. بص يا اسلام، قول لي يا حبيبي. وانت قاعد في المكتب كده تمام وفي واحد دخل عليك، في واحده جامده دخلت عليك تمام، هقول لك على الخطوات. انا عارف انت ما عايز توصل ليه. ما انت عارف عايز لازم اسال. ما انا هقول لك على الخطوات. بص انت اول حاجه واحد جامد مش مهم ان احنا نعرف اسمه ماشي، لكن لو واحده جامده لو واحده جامده يبقى اسمها ايه؟ عايزين نعرف اسمها. خلاص انت اضافاتك مثيره يعني
انا شايف ان انت تدي مايك ده فالمهم مثلا اسمها مثلا واحده توب دخلت دي كيس ستادي. واتكه كيس ستادي تمام. والله ولو مش واتك او حياتك وعايزاه وانت مسؤول في 50 حاجه. لو واحده يعني وانت مسؤول في 50 حاجه. حاجه نقطه من اول السطر واحده في الظبط وكمل. انت مسؤول في 5000 حاجه ويا فاهم. عايز بقى ريكوست بسيط كده هتعمل فاهم. هتعمل انت ايه بالظبط يعني؟ يا دين امي هعمل بص اتفشخ. هتعمل ايه بالظبط يعني؟ اول حاجه اعملها اه وطبعا الناس اللي معايا دي اقرب صندوق زباله علمهم كلهم كده. فاقرب صندوق زباله واحدفهم كلهم. انا هيجنور العالم كله بريكوستاتي بقرف في كله. اقفل واتساب اقفل التليفون. انت وهي بس بقى. لو انا وهي لوحدنا في المكتب يعني لا يعني خلاص. ماشي. بقول لك انت وهي خلاص. أوكي، انت وهي يعني انا حاليا اصلا مش شايف غيرها دلوقتي يعني خلاص مجرد ما دخلت انا ما شفتش غيرها. طب لا معلش دي واحده. طب لو انت وهي لوحدكم في المكتب يا لهوي ليه اديت الافتراض ده في الاول؟ عشان ده موضوع تاني. بس دي مش توكسيستي. توكسيستي حاجات تانية. ما هو بالطريقه برضه. ما هي عايزه منك حاجه فانت اكيد هتاخد قدامها لا هي عايزه مصلحتها. هي عايزه اللي وراها. عايزه تخلص اللي وراها. هي عايزه مصلحتها. انت اللي عايز فاهم المصلحه الثانيه. هي عايزه مصلحتها عايزه تخلص حاجه وانا عايز حاجه في المقابل. ما هو دي انا توكسيك. ما انا عايز حاجه ليا. انا عايزه بس تسلايد. هي عايزه شغل. انا عايز اطلع اللي جوايا. انا مضغوط. فلو انا وهي لوحدنا ده ليها حسابات تانية. ممكن قاعده جنبي مثلا 3 ساعات اخلص الريكوست عادي. الريكوست صعب جدا بس هخلصه لها كده بسرعه. بس كل حاجه سيك ان انا ارجع. عايزين بس يعني نعمل ديمو. يعني انا عايز دلوقتي اللي يعني طبعا انا هختارك انت اللي تبقى شهيره لسبب واحد مش عشان اي حاجه يعني بس علشان انت من ساعه ما الحلقه ابتدت وانت اسهاماتك قليله قوي يعني انت بس مميزه فيها كازمه جامده منهج على بعض ان انت جاي تقول حاجات ثانيه غير اللي احنا عايزين نقولها. هقول لك اضافه بنت لذينه بعد شويه. هقول لك انا باجي لك في الحاجات المهمه بس كمل. طيب انا دلوقتي انت شخص قاعد قدامك الثواني. لا ولا عايزين نمثل مشهد دلوقتي. احنا في مشهد تصوري. انت الشخص اللي قاعد قدام البي سي او اللابتوب. انت بتخلص ريكوست وشهيره دخلت عليك وكابتن ماجد كان هو فراع عايز برضه. انا عايز اخلص ماشي. هو بقى يبص باين عليه السيريس يعني هو عايز يخلص الكويست. ماشي. بقاله فتره انا قاعد دلوقتي بخلص حاجات اللي بقاله فتره واقف. يا بس انا ريكوستي هو اللي هيقف دلوقتي. مشاهيره تتكلم. طيب اتفضلي يا شهيره. بس لا ما انا جاي قبلها. يعني بص انا افترض يعني انا دلوقتي المكتب مختار اسلام. هو اللي افترض ان انا جاي قبلها ولا الحاجه راح ولا لا مختار اسلام عشان خلصت الريكوست. صح. انا جاي فعلا قبليها. طيب يلا ماجد اتفضل. دكتور اسلام انا بس الريكوست خلاص عايز اخلص. انا اسلام بقول لك ايه في ريكوست كده كنت عايزك. اديني 10 دقايق بس. اسلام في ريكوست كنت عايزك تقول انا الاثنين اقعد انت بالظبط اللي حصل ده اللي هو ماجد. هو ده اللي صح. شد الكرسي السعودي وهنخلص ما تقلقش. بس انا عايز دلوقتي على طول حالا. لا بس برضه انا عايز اعقب على حاجه. شهيره مش هتبقى قاعده بعيد كده. انا عايز ماشي. انا عايزك بص انت شهيره. انا عايزك شهيره عشان بحب الموضوع ده. نشرب بس واحده زي خلي بالك برضه هو بياخد القهوه فابتدى يبقى شهيره. انا اخش في هيز ا جود اكتر. انت هتخلصوا لي دلوقتي صح؟ ممكن اعمل قصه تخلصيه ازاي؟ انا هتفرج عليك. يعني ممكن اجيبه لك من الاول خالص من بدايته. لا انا عايز اخلص الكويست بس. ماشي طيب اقعد بس دلوقتي حالا نعمل في كل حاجه ونخلص الكويست. ايوه طب ماشي ركز في الكويست. ما انا بخلص الكويست. تعمل ايه النهارده؟ انا الحمد لله كله كويس. زي الفل يعني. وريني كده الكويست ده بيقول ايه. لا كده في السينما غالبا. هي لو وافقت ان هي تعمل كل ده وتخلص ريكوست بسرعه وهو مبين حاجه زي كده. لا انا ممكن اخليك كده تدوسي معناها على كده. تدوسي على زر انتر. يعني احنا لو حطينا رقم كامل هنا بص انا اقول لك حاجه. احنا هنجيب الكويست الاول. لو حطينا رقم كامل هنا انت معايا طيب ولا مش؟ انا مركز بس احنا هنحط رقم كامل هنا ماشي. وبعدين هنشوف الراجل ده اصلا عمل كام قبل كده ولا لا. ممكن تدوسي تحط رقم كامل. ممكن انت اللي تكتبيه. اللي تقول انا هزعل اول مره. انا عايز خلينا حاسس ان ده هيبقى مشهد لفيلم اصلا.
ده بدايه مشهد فيلم هيحصل. هو ده اللي بيحصل اكشلي، ده اللي بيحصل اكشلي. انت بتستغل كل حاجه موجوده، بتستغل حاجات. ماشي، هو هيعمل شهيره، هعمل شهيره حلو قوي. وهنخلي الناس تقول انهي شهيره احسن. شهيره الاولانيه اصليه. ماجد خش سقط. دكتور اسلام معلش في ريكوست بقاله 4 ايام واقف بس اديني 10 دقايق. معلش دقيقه 10 دقايق مش هقول لك مشغول. بقول لك ايه ما تفهمش ولا ايه؟ يعني طبعا حالا ايه مشغول بس عشان عنده شغل كتير من الصبح يعني شويه بس. هي كمان شويه. لا خليك هخلصك دلوقتي. هتخلصيه دلوقتي. خليك بس. هتخلصيه دلوقتي. دقيقتين معلش والله مستعجله لا قوي. ما انا مستعجل بس يعني ممكن تديني نص بالظبط وتجيلي نص بالظبط. اخد يعني يعني شوف كده لو معاك ريكوست تاني في الديبارتمنت تاني خلص. معاك ايه يا ابني؟ انا واحد. ايه اللي معاك؟ بقول معاك لو معاك ريكوست تاني في الديبارتمنت تاني. انا معاك. انا عايز تبقى شهيره. انا بس دلوقتي مندمج شويه. خلاص هخلص بس حاجه سريعه علشان موضوع التوب مانجمنت فلازم اتفضل. تعالى في كرسي في كرسي في اخر الدنيا نفسه كده عمال بيتكلم في الشغل يعني ما تفك كده شويه في ايه يعني تقدر تروح دلوقتي تخلص. انا بس حاجات واقفه بس بلا فتره. لا براحتك عادي ولا يهمك في ايه بس عادي. خلاص نفس الريكوست عشان حالا كل حاجه خلاص عادي. انت شفت هوتي بس النهارده؟ انا شهيره احسن. ده انت شهيره هي دي شهيره الحقيقه. ده انت شهيره هي دي شهيره. دي سماح دي بقى اللي انا وهي قاعدين لوحدنا هجيبها تدوس على انتر. يا سماح. هي دي الشهاده الحقيقيه بالظبط. اللي احنا بنستفيده مبروك كسبت اكبر اكبر بغض النظر عن التمثيل الشذوذي لحد ما اللي حصل واحنا نيتنا ابعد عن كده بكتير. اخر مثلا دي قدره مش اي حد يعرف يوصل لها، حته ان انت ازاي تمتص الشخص اللي قدامك. انت تعمل اللي انت عايزه في الاخر بس انت بتحاول تافويد بتمتص كويس جدا. ايه باين عليه قديم باين عليه تصور يعني فاهم. بالك انت لو امتصيت غضب مديرك هتوصل. لا ده ما انت ممكن انت بتعمل كده. انا بمتص انا مش بمتص سوداني مديري. مش بمتص. انت بتمتصش؟ لا بقول لك بافويد حاجه. انت اديتني شويه انت بتمتص. طب يعني انت بتافويد يعني ولا بتافويد ازاي؟ ما انا بافويد ان انا خلاص بستقبل الشخص اللي قدام ده اشوفه عايز يعمل ايه. تمام قشطه خلصانه انا فاهم وخلاص بعمل في دماغي في الاخر. كده توكسيك. ايه كده توكسيك. توكسيك بس مبروك. مش بتكسك على حد. انت بتتكسك على التوكسيك. هو باسيف توكسيستي. باسيف توكسيستي مش احنا مش اكتف توكسيستي. حلو يعني انا دلوقتي توكسيك بس اندايركت. يعني هو ممكن ده بقى يمتص. الشخص اللي محدش يعرف ان هو توكسيك ولا لا. ممكن يمتص لاجل ما عادي ويتحمل هو كل العواقب ساعتها. كل ده المصلحه. انا هعرف انا يمتص كل حاجه. خلاص انت بتعرف تمتص. انا ما بمتصش. انا ما بمتصش. انا يعني حاجه زي بستقبل وبعد كده بطلع انا بقى في اي حاجه انا عايزها. ما هو انا بعد كده بقى بديهم بس بتمتص الاول. فلننهي الحلقه مره اخرى. يطلع ميتين اهلي بس ماشي. علشان نصمم اللي حصل. فانت علشان تبقى بيرفكت توكسيك بيرسون في الشغل لازم تتبع شويه الحاجات اللي احنا قلناها دي. لازم تبقى عارف انت ازاي هتخلص الريكوستات لشهيره بس تحسسها ان حاجه تقيله سنه بس انت تخلصها لها عشان هي بس. ولازم تيجي الماجد تسوفه تقول له حاضر خلصها لك يعني الاثنين بس هتفضل راكبه 4-5 ايام. لازم ان انت لما تخش كل يوم الصبح تركن تبين ماجد. ان انت تعبان كده وان انت بقالك 6 ايام شغال ما بتنامش. لازم على طول تكون بتشتكي وان الدنيا معصلجه معاك. ممكن تبقى انت مليونير بس هي الدنيا معصلجه معاك. لازم ان انت دايما تبين لمديرك ان انت شايل شغل كتير قوي وطالع ميتينك بس انت ما عندكش مانع انك تشيل زياده. الناس ما بتساعدش، الناس ما بتشوفش شغلها. لازم تبين لهم قد ايه حازم مش عارف يشتغل، قد ايه حازم انا لميت من وراه. لازم تبتدي انك انت تعصفر سن لمديرك بس تبتدي كلامك انا مش قصدي حاجه، انا مش عايزك بس تفهمني غلط، بس خليني يعني انا علشان ضميري فانا عايز اقول لك بس البوينت دي علشان حسيت ان دي ممكن تعمل مشاكل. وهي مش اي حاجه. ممكن تقول له مثلا ناقص بوكسر زميلي مش مهم، حاجه لن تفيد ولن تزيد في اي شيء.
اتبع التعليمات دي واكتبها ورانا بالورقه والقلم. في لغه اشاره دايره جنبي هنا، انا مش فاهم هم عايزين ايه، بس اعتقد ان هم عايزين يعني الحلقه. فالى لقاء اخر. انت نسيت تقول تمتص غضب مديرك. تمتص غضب مديرك. ودي حاجه مهمه جدا، اهم حاجه. لازم ان انت، وممكن ريفرنس يعني نخلي اسلام ينزل توتوريال قريب. توتوريال؟ انا كنت احنا شلناه من الحلقه. شلناه من الحلقه. لا ازاي تمتص غضب مديرك؟ ما احنا امتصيناه بس شلناه من الحلقه. ماشي خلاص. بس انت مالك الامتصاص يعني. لا ما بمتصش مديرك. في نهايه الامر، الى لقاء اخر في حلقه جديده وربما تكون الاخيره، ممكن يبقى لا عامه يعني، في دليل هلاكك. قدوه يا جدعان والله.